الآخر دفاع تجنانت بهدف دون مقابل في مباراة عرفت تنافسا كبيرا حتى اللحظات الأخيرة من عمر المقابلة بين الصعيدين الجديدين، وذلك عندما تمكن مرزوقي من مباغتة الضيوف في الدقيقة 95 من زمن المقابلة، مهديا 3 نقاط ثمينة لفريقه. المقابلة كانت صعيبة وبداية يعني الفريق تاع تاجنان يلعب كرة نظيفة وكان يلعب 3-5-2 اللي أثرت على اللاعبين تاعنا، واللاعبين تاعنا يعني هذه أسبوع هما يعني كما قال فيه التسرع يعني، ولو مورال ما كانش عندهم أوبو فيكس وصبروا معنا دقيقة تالية. الحمد لله احنا الخدمة تاعنا والخدمة تاع لونطرينور النية، احنا شغل اليوم ما ربحنا لا بتكتيك لا بوالو، ربحنا بالرجلة والنية. الحمد لله. هذه الشعب بالسيف لازم يتقلق ولي ريزلت اخويا، هذه هي في بلادك الفو ما تراطيش. احنا شغل رانا نخدموا رانا جايين وحده ديجان، وان شاء الله مازال الخير لقدام. قبل كما شفتوا شاهدوا الجميع يعني كنا مسيطرين عليها بالطول وبالعرض، وانني خلقنا العديد من الفرص وضيعناها امام مرمى شاغره، والفريق اللي ضيع عدد كما هذا في مقابله يعني خارج ديار انا نظن يعني يستاهل ولو نعودوا بنتيجه التعادل. يعني كان الانهزام كان قاسي جدا، خاصه يعني كان في الثواني الاخيره، كان في الوقت بدل الضائع. نظن التحكيم يعني كان في من مخلفات الجولة 9 للرابطة الثانية استقال مدرب سريع غيزان عبد الكريم بن يلس من تدريب الفريق رغم الفوز الذي حققه وفي مباراة اليوم، وبرر بن يلس قراره بالمشاكل الإدارية التي يعيشها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم. ان شاء الله اذا خلاونا نخدموا دون سو سونس مرحبا، ما خلاوناش الله يسهل عليهم وانا ديميسيونير. النتائج الكاملة للرابطة المحترفة الثانية في جولتها 9 جاءت على النحو الآتي: نبقى في الرابطة الثانية حيث اتفقت إدارة أمل بوسعادة